جاهل طول عمره مخالف، أيقظته المحنة حب يعبر. طبعا مباراة بتاع الأمم الأفريقية ولا الدولة الأفريقية دي التي لصق نصف المغفلين العالم على خدودهم، وفي يوم النهائي يوم الجمعة ضيع هؤلاء جميعا صلاة الجمعة وهي فرض عليهم، ورايحين الاستاد من الساعة 7 الصبح، الساعة 2 كانت دولة الاستاد اتقفل. تذكرة في السوق السوداء وصلت ل 1300 جنيه، 1300 جنيه تذكرة. ايه اللي شفناه بقى في القصة دي؟ جايبين في الجرايد بنت لابسة بطل نهودها تكاد تقفز من صدرها، والفانيلا اللي هي لابساها تكشف عن سرتها وبطنها، ومكتوب على هذه الفانيلا: نحن فداؤك يا رسول الله. يا حلاوة هذه الأم. واللعيبة في الملعب جايبين لهم صور وهم داخلين الملعب قبل ما يخلعوا بقى الفانيلا دي عشان يبقوا بالزي الناس، برضه مكتوب: نحن فداؤك يا رسول الله. أنا نقول لكم إنها أمة لاعبة. أنا لا أجحد يعني بعض فوائد هذا على مثل هذه المرأة كفوائد الخمر، مش كلها مضرة، فيها فوائد يعني. إن ممكن المرأة دي تستيقظ بعد الكلمة دي والحمد لله إنها افتكرت إن لها نبي عشان تكتب اسمه كتمها كده على بطنها يعني. خلاص ده شعور جميل وناس كتير رجع. لكن انظر إلى المغفل إذا رجع. نحن نحتاج إلى ورقة عمل.